كيف شو اللي بده يضمن لنا الامن خلال المرحله الانتقاليه؟ يعني بعد سقوط النظام الامن كيف بده يتم تمام. ضبطه؟ نحن جاوبنا. الان يلي عم يهدد الامن مو اللي عم يهدد، يلي عم يعني يلي مفقد المجتمع امنه وتوازنه هو الامن. يعني هو عمليا اللا امن. فنحن لما بنفككه معناتها امنا اللا امن وجبنا امن. بس هل الناس يعقل انه شعب بالملايين بدون طبعا جهاز امني يضبط طبعا الامن؟ طبعا. يعني لهالدرجه يمكن البعض يقول انه هاي صوره مبالغه فيها صراحه. هلا انا حقول لك شغله. الموضوع لما نحن بنقول انه في وعي شبابي ثوري، نحن مو انشائيين. لان لما انت امام تفكير عقلي ناضج لبناء سوريا، نحن نستطيع ان نفرز مباشره ناس يعني بامن المطار. نحن نستطيع ان نفرز ناس للحاله الشرطيه في داخل البلاد، وعندنا كفاءات. وهناك دول عربية يمكن أن تعيننا بذلك. وهناك طاقات سورية كبيرة جدا في الداخل والخارج يمكن أن تسهم بذلك، بالإضافة إلى بعض يعني الشرفاء لكن انا بدي اذكرك يعني لكن استاذ الجيش سعيد، بقى إذا بس بهذا نعم. المنطق لان هي مهمه صراحه. يعني الان اللي راح يصير بعد سقوط النظام مش راح يعيش الشعب السوري لوحده ويبني مباشره يقوم ببناء دولته، لانه هناك من هم غير راغبين بسقوط النظام، سواء من ازلام النظام اللي راح نحكي عنهم فلول نظام زي ما هو الحال في مصر الان. ازلام النظام الحالي راح نحكي عنهم الفلول، راح يكون لهم دور باحداث فوضى، راح يكون في ايدي خارجيه. الان حلفاء النظام مش راح يكونوا يعني مبسوطين جدا انه الشعب السوري عم يبني دولته وعم بيحفظ امنه. إيران وحزب الله وكل هذه الميليشيات سيكون لها دور بإحداث تفجيرات، بإحداث خلخلة في بنية الأمن. وبالتالي إذا إحنا بنحكي بدنا نحل الأجهزة الأمنية، يعني المسألة ليست بالسهلة بضبط الأمن في ظل وجود كل هذه العراقيل. يعني أنا أستطيع أن أقول أن كلامك صحيح، لكن هل يترتب عليه النتائج التي يريدها الآخرون؟ لا. بمعنى أنه نحن نقول أنه هؤلاء سيتركوننا وحدنا، أكيد لا. لكن الحالة ستكون أفضل بكثير بعشرات المرات مما هي عليه الآن. نعم. ستكون أفضل مما كانت عليه سوريا قبل الثورة. نعم. ستحدث هناك بعض المشكلات، أكيد. يعني نحن لن نكون جاهزين في كل شيء. يعني نحن لا نضع لأنفسنا حجما أكبر من الحجم الحقيقي لنا. جميل. لكن هل نستطيع أن نتجاوز ذلك بالسرعة الممكنة أو بالسرعة المطلوبة؟ أعتقد نعم. جميل. على أي أساس؟ على أساس أن هذا الشعب والمعاناة التي عاشها سيكون واعيا تماما، سيكون ملتحما. أي شيء يعني الآن لما تنطلق الجحافل المجرمة تجاه أي منطقة، يصل الخبر مباشرة إلى تلك المنطقة. مين اللي عم يخبر؟ الناس. نعم. يعني أنت الآن لما تقول أنت جهاز أمني، الناس هن الجهاز الأمني. سائق التاكسي هو الجهاز الأمني. جميل. بس مو بعقلية الإذلال، أنه أنت روح جبنا على الناس، بعقلية الخوف على المجتمع. جميل. كل واحد فينا هو حالة أمنية معينة، لكن مغايرة تماما عن عقلية النظام السابق. جميل. يعني بنقول السابق لأنه نعم. نحن مدركين إن شاء الله عز وجل أنه قريبا يعني سقوطه. فيما يرتبط بالموضوع الجيش والموضوع التمثيل بالعراق. نعم. العراق في حالة احتلال، كان من مصلحته تفتيت الحالة الأمنية. كان الشعب ليس على مستوى اتخاذ القرار في القضايا المصيرية. الحالة السورية مغايرة. نحن بعد سقوط النظام حالة شعبية ستفرز يعني ما تريد مباشرة، ربما لا يكون على المستوى المطلوب مباشرة. نعم. هذا نعم. فارق آخر. موضوع الجيش غير الأمن. الجيش لن يحل، لكن هناك نواة في هذا الجيش من الذين لم تتلوث ولم تتلطخ أيديهم بالدماء موجود عندنا بالأسماء. هذا واحد. ويستحيل كشفهم. لماذا يستحيل كشفهم؟ لأنهم لا يمكن استعمالهم، لأنه إذا استعملوهم هم لا يثقون بهم. يعني النظام لا يثق بكل يعني قطاعات جيشه بالمناسبة، لأنه في جزء منا يعني معنا ممن لم تتلوث أيديهم دماء. وهناك حالة الجيش السوري الحر التي هي تعتبر يعني حالة متقدمة من التكتيك والتنظيم، وسيكون
يعني سيكونون على معرفة ودراية بالمسائل التي يجب معالجتها مباشرة. جميل. حضرتك تحدثت أكثر من مرة ربما عن محاكمة من تلطخت أيديهم بالدماء، وأن يعني الجميع من كان جزء من الجيش لكن لم يساهم بالقتل سيتم العفو عنه، أما من ساهم بالقتل فيجب محاكمته. لكن السؤال كيف سيتم ضبط هذه الأمور؟ هل هذا من السهل؟ يعني إذا كان يعني عنصر من عناصر الامن او الجيش فعلا شارك بقتل السوريين، لكن حكى انا كانت تجيني اوامر وانا كنت مضطر على ذلك، وانا الان معكم، انا مع ركب الثوره، هل سيتم يعني مسامحته عن ماضيه وعن تاريخه؟ ربما اللي كان تاريخ مجرم لكنه يقول بان انا الان على استعداد بان انضم الى الثوره واكون جزء منكم وعفى الله عما مضى. هل سيتم فعلا العفو عنه؟ وحتى انا بحكي عن ازلام النظام الحاليين، لو حكوا انه احنا خلص بدنا ننضم للثوره واحنا ما عندنا اي هدف الى يعني ما بنفتخر بتاريخنا واحنا نعتذر عن هذا الموضوع، هل سيتم العفو عنهم؟ وان كان الاجابه بانه لا، هذول يعني الان عليهم خط احمر، لكن الا تعتقد بانه ربما اذا كان الكلام ذلك يساهموا بخلخله الامن، خلخله الاستقرار، ربما يقوموا بعمل محاولات انفصال، محاولات يعني ربما تفجيرات، ربما اي شيء يخل بالامن والاستقرار وبناء سوريا الجديده؟ مساله حساسه جدا، ما بعرف شو رايك فيها. اكيد. يعني طول عمر الثورة السورية ربما له ضغوط علينا لكن له محاسن. الأسماء فرزت بنسبة عالية جدا، يعني كل فرع أمن أسماءه 100% مكشوفة، من أصغر عنصر فيه لأكبر ضابط فيه. جميل. حتى الشبيحة، حتى العوينية. فالموضوع عنا آلية القبض عليهم لأنه هن رح يكونوا محاصرين جدا من قبل شعب وليس من قبل ثلة. نعم. لكن هم بالآلاف، هم عددهم مش قليل أيضا. ممكن الآن حالة في مجموعة جيدة لا يمكن المساومة على محاكمتهم بتاتا، من بشار وانت ونازل، هدول يجب أن يحاكموا محاكمة عادلة علنية قولا واحدا. تتدخل روسيا، تتدخل إيران، هدول كلهم أولاد صغار أمام قرار الشعب السوري. روسيا طفل أمامنا. نعم. تخدم مصالحها فيما يرتبط بالموضوع الذي نحن نوافق عليه، فيما يرتبط بالموضوع الذي لا نوافق عليه هم لا قيمة لهم أمامنا. الآن في ربما بعض الأشخاص الذين هم من يعني مستوى معين من الاستزلام والإذلال اللي كانوا هن عم ينفذوا أجندات قادتهم، لا يمكن لي ولا لأحد سواي بغض النظر عن الحالة المعنوية والقيمية المعطاة له من الشعب السوري أن يتكلم بها. هذا الأمر يترك للشعب السوري عند سقوط النظام. طب لو كان في مقارنة ما بين الإفراج عنهم ومسامحتهم أو الفوضى، يعني هي مرتبطة فيها. تمام، سأجيب. إذا الآن الشعب السوري في ساحاته، في إعلامه، جاء إلى صيغة معينة يتم الاتفاق عليها من قبل الجميع، هذا يمكن. الحالة الفوضى أنه كأنه هناك ما زال حالة استعلاء من قبلهم، ليس من قبل سؤالك، حالة استعلاء أنه إما أن تعفوا عنا وإما أن نهددكم بالفوضى. نحن لم تذهب ضحايانا بهذا الحجم، ولم يشرد أهلنا بهذا الحجم، ولم تدمر ديارنا بهذا الحجم حتى نخضع لهكذا تفكير. لكن يعني من أسيادهم نحن لم نخضع. صحيح. لكن أستاذ سعيد، ويمكن تتكلم أنه نحن وكأن الشعب السوري كله متفق على هذا الموضوع، حتى المتعاطفين مع الثورة السورية. يوجد الآن يمكن خلافات ما بين يعني هذه المرحلة، مرحلة ما بعد الأسد، هل نريد أن نقتنص من نأخذ حقوقنا من كل من قتلنا وقتل آبائنا وأبنائنا، أم أنه يجب أن نعفو عنهم؟ الشعب السوري لا أعتقد أنه بإمكان أن يجمع كله على رأي واحد عندما نقول أن الشعب السوري هو من يقرر، لكن سيقول لك البعض من هو الشعب السوري؟ فأنا جزء من الشعب السوري أقول كذا وآخر يقول كذا. كيف من الممكن يعني ضبط هذه الأمور؟ وهذه مسألة أنا أركز عليها لأنها مهمة جدا في يعني لما أنت بتقول الشعب السوري، مو معنى ذلك أنه يذهبون واحدا تلو الآخر لأن يدلوا بآرائهم في عملية تصويت قتل فلان وعدم ومسامحة فلان. الموضوع ليس بهذه الطريقة، لكن هناك رموز تم إفرازهم من قبل هؤلاء الثوار. هؤلاء الرموز لهم حالة تشاركية في القرار، إن كان على صعيد المحافظة أو على صعيد المناطق داخل كل محافظة. يعني أنت الآن بتقول بحمص في مجموعة جيدة من الثوار لهم مكانتهم عند أناسهم،
بتقول دمشق، بتقول ريف حلب، بتقول ريف دمشق، بتقول إدلب، بتقول درعا. جميع هذه المناطق متفقة بحد أدنى على أقل تقدير على مجموعة من الشخصيات التي